فإن الاختلاف حصل من وقت مبكر بين بقية الصحابة والخوارج. الخوارج يقول لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، ويصلون ويصومون ويتعبدون ويقرأون القرآن، وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، وفي رواية: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هم شر من تحت أديم السماء، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد أو قتل عاد وإرم كما في رواية أخرى. عقائدهم سلفية، يعني دولاك اللي قاتلوا علي كان والله عقائدهم سلفية يا إخوته، ما كان عندهم عبادة قبور، ولا كان عندهم تعطيل جهمية، ولا كان عندهم انحراف سياسي. في الحاكمية جهلوا الصحابة، طعنوا فيهم، كفروهم، لم يؤولوا على أصحاب رسول الله في الشيء. المنكر. متى يسمى الرجل خارجيا؟ إذا فعل كفره وكفر بالمعاصي، كفر الناس بالمعاصي. الخروج عن الحاكم يسمى خارجي؟ لا، الخارجي اللي يكفر الناس بالمعاصي، يرى أنهم خالدون في النار، هذا خارج. صلى الله إليك. الخوارج في عهد علي لم يعتقدوا تكفير الناس بل خرجوا عليه، بعد قتلوه كفروه، قتلوه قتلهم واحد منهم. لكن أحسن الله إليك، هل كانوا يرون التكفير بالكبيرة في عهد علي الخوارج؟ ولا في حق من يكون يكفروا، لكن الرسول كفرهم، يمرقوا الإنسان ثم لا يعودون إليه.